اكلها المحلات بثلاث اذواق مختلفه، كراميل، شوكولا، فانيليا، بعجينه الشو من اروع ما يكون. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه وتبارطاجوها مع صحابكم. اول حاجه راح نحضروا لاباطاش ونحطوا الماء، السكر والملح والمارغرين على نار متوسطه حتى يبداو يغلوا. كامل المكونات بالتفصيل راح تلقاهم اسفل الفيديو. بعد ما يغلوا نطفوا النار ونضيفوا كاس تاع فرينه ونكملوا نخلطوا مليح باستعمال ملعقه خشبيه حتى نتحصلوا على هذه النتيجه. نعاودوا نشعلوا نار قليله ونبقاو نحركوا حتى تنزع معنا كامل العجينه من هذيك الكاسرونه. نحطوا العجينه تاعنا في اناء ونبقاو نحركوا فيها باستعمال الملعقه الخشبيه حتى تبرد تماما. تقدروا ايضا في هذه المرحله تستعملوا الباتر ولا العجان الكهربائي. العجينه بردت نضيفوا لها 4 حبات ونص تاع بيض تدريجيا اللي كنت خلطتهم مليح، ومن بعد راح ندخلهم في هذيك العجينه. العجينه تاعنا ريوجا نحطها مباشره في لابوش اللي نكونوا درنا لها لادو تاع لي زيكلير ونروحوا نبوشوهم في الصينيه. تقدروا تستعملوا اما ورق الطهي ولا هذا الطابير الخاص بلي زيكلير. نرشهم الفوق بكميه تاع سكر بودره، ومن بعد راح ندخلهم في الفرن يطيبوا لمده 35 دقيقه على 185 درجه. بالنسبه للكريمه نحطوا كاس وربع تاع حليب، 2 مغارف كبار تاع مايزينا، و3 مغارف تاع السكر، شويه تاع لافاني، حبه تاع بيض نخلطوهم بارد في بارد، ندوهم على نار متوسطه، نبقاو نحركوا فيهم حتى تعقد معنا الكريمه. نحطوها في اناء نخلوها تبرد تماما. لي زيكلير تاعنا خلاص راهم طابوا، شوفوا هنا كيفاش جاو دايرين فارغين من داخل، وصفه ناجحه 100%. نرجعوا للكريمه، راح نضيفوا لها كريم شونتيي اللي كنت درت فيها كاس تاع كريمه شونتيي مع كاس تاع حليب. نخلطوا الكريمه الاولى مع الثانيه جيدا، بعد نقسموها الى 3 اقسام، كل واحد نضيفوا له علبه طنجرات ماكسي. انا استعملت فانيليا، كراميل وشوكولا اللي جانا بلوك جديد بدنا توب وبزاف هايله. الكريمه تاعنا ريوجا نخلوها على جهه، بعد ما يبردوا لي زيكلير راح نعمرهم بالكريمه وندير لهم التزيين بالشوكولاته اللي طالع، ويبقى لكم التزيين اختياري. وهذه الوصفه وصفه سهله سريعه، ننصحكم انكم تجربوها وتبارطاجوها.